مساء السعادة، مساء الخير، مساء الرزق على كل حبايبي ومشاهدين أم هنا. النهاردة عاملة لكم سحور يجهز في ثواني، أحلى همبرجر يجهز في ثواني. هنعزم ولادنا في بيتنا ونطلعهم من مود الامتحانات والدروس يا عيني وربنا يكون في عونهم الضغط العصبي اللي هم فيه، فنهيصهم شوية النهاردة. يلا بينا. طبعا نحن النهارده عيش السحور ده موجود في كل حته، كل سنه وانتم طيبين، في كل المحلات. فاحنا جبنا عيش سحور النهارده، طلعنا همبرجر من مشتريات رمضان. كل سنه وانتم طيبين حبايبي. وهنعمل لاولادنا همبرجر عسل عسل عسل. اتفقنا من ايد ام هنا. قالنا شويه بطاطس جنب الهمبرجر. انا بقول لكم ايه، انا عازماهم النهارده على سحور بره البيت، يعني انا عاطيه لهم الجو ان احنا معزومين بره. فانا جبت الهمبرجر جريته كده، ما تحطوش يعني زيت ياما، عشان هو الهمبرجر اللي عندي بصراحه هو نضيف. فانا حاطه شويه زيت كده يا دوب في الطاسه ما بيلزقش فيها الاكل. هيفضلوا معايا طول القليه بتاعت الهمبرجر وهم قاعدين معايا، يعني بيدي طعم جميل. تعرف الهمبرجر نضيف ولا وحش من ايه؟ من الزيت بتاعه كده لحد اخر لحظه، ما يسودش معاكم، ما بيكشش، بيفضل ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين كده مستوي وجميل. وكانت القطعية بتاعته تخينة وحلوة، فتعرف الهمبرجر نضيف من الحتت دي. بص الاخر انا جالية جليتين والزيت قاعد نضيف واصفر زي ما هو. فطبعا عملنا شرايح طماطم، شرايح بصل، شرايح بصل ابيض، وشرايح طماطم، شرايح خيار وفلفل وكابتشينو. طبعا احنا مش بنحب وانا وولادي يا حبايبي مش بنحبوا الكاتشا ولا المايونيز ولا الطحينه في الهمبرجر، ما بناكلهوش. بنحبوا الكاتشا بنحطها من بره. فاحنا طبعا ايه بعمل لهم الحاجات اللي بيحبوها، عشان هم بصراحه الايام دي العيال كلها تعبانه يا عيني وصايمه، وعندنا امتحانات شهريه. فربنا يا رب يكون في عون ولادنا. فقلت لهم بطاطس وجبت لهم عيش كده، همبرجر كبير كده يملي كده العين. وحطيت الكابتشينو من تحت، وحطيت الخضار من فوق كده، الخيار والطماطم، وحطيت لهم هيئت لهم يعني الجو كده كأني مشترينه من بره. يفرحوا بيه كده وانبسطوا جدا في التسحيرة دي بصراحة. وعندي هنا بقى ما اقولكمش. فربنا يا رب يخلي لنا اولادنا. وكده حبايبي كانت اخر الفقرة معانا. وقطعت لهم بقى فاكهة كان عندنا، وطلعت لهم برضو كيس جايباه في المشتريات رمضانية، كنت جايباها الكاتشة وبقية الخضار اللي كان فاضل وحاجة ساقعة. وظبطت لهم كده الجو. وكل سنة وانتم طيبين. عطيتكم فكرة سريعة وما تنسوش اللايك، تنسوش الاشتراك. وكل سنة وانتم طيبين. يا ريت تسمعوا الفيديو الخفيف الحلو ده الآخره. وربنا يا رب يسعدكم حبايبي، وخلينا أولادنا وفرحنا بيهم. ورمضان كريم وسعيد وكله رزق، وباركلنا في كل دقيقة في رمضان، وباركلنا في حبايبنا، ويسعدنا يا رب دنيا ودين. وخليكم ليا اخواتي وحبايبي اللي بيشاهدوني وبيتابعوني، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، ومع ألف سلامة.